بمكة وما قرئ كمثله وقلنا إن صلاح والعون صلاح والعون أنس روحي واسمي أحمد البدوي أحلى الرجال إمام القوم في الحرم مدد يا مدد مدد يا عم يا الله مدد يا ولدان مدد يا رب مدد يا كلهم. نزل القرآن بمكة وما قرئ كمثله وقلنا إن صلاح والعون صلاح والعون أنس روحي واسمي أحمد. يا سلام، ماذا يقع في هذا العالم؟ هذا البدوي يعبد من دون الله، نسأل الله العافية. وقصته أيها الأفاضل خطيرة وخطيرة جدا. يقال أن أصله مغربي وانطلق إلى مكة وبقي هناك، ثم انطلق من هناك إلى مصر ودخل مسجدا وتعلق به الناس، فسول له إبليس أن يبول في المسجد، فنظروا فقالوا هذا إنسان بال في المسجد لا بد أن يصيبه ضرر ومصائب ومحن جراء ما فعل، فلم يصيبه شيء، فخرج يتبجح بذلك ويتقول به ويقول، فاغتر الناس بحاله وبما فعل. قالوا لو لم يكن فيه بركة، طبعا جهل الناس، ولم يكن عنده ولاية لأصابته مصيبة بهذا الفعل الذي فعله في بيت الله. لكن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، والله تبارك وتعالى يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ثم تعلق الناس به، وعبر هذه السنين طوال والناس متعلقون به يعبدونه من دون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها أنتم ترون الدعاء والسجود والركوع على الأعتاب، يا بدوي يا كذا. بالله عليكم، عندنا القرآن الكريم، القرآن كله يحذر من الشرك والتعلق بالمخلوق، وإنما على المسلم على العبد أن يتعلق بالمعبود الله. قال ربي سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله انظروا ماذا يفعلون، يسجدون على عتبة البدوي، يا الله. تدرون أيها الأفاضل، لو كان هناك قبر أو ولي صالح لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق، لأن أول الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأولياء الصالحين هو أبو بكر. لو كان شيء من هذا يحصل أو ينفع لكانت الأمة بدءا من الصحابة أن تذهب عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستغيث وتطلب، وهو يتوسط لهم ويتوسل لهم إلى الله، لأنه أعظم رجل وأقرب رسول من ربنا سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصلح رجل وأتقى رجل بعد النبيين هو أبو بكر الصديق. لذهب الناس إلى قبر أبي بكر يستغيثون ويطلبون ويتوسلون، وكذلك كما قلت لكم في حق الرسول العظيم. أما ولم يحدث شيء من هذا فإن هذا منكر ولا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والخطورة أيها الأخيار، اسمعوا بارك الله فيكم، وعلى أهل العلم أن يتحركوا، وعلى الناس أن يتكلموا، لأن هذا الأمر خطير. أكبر ذنوب وأعظم الذنوب هو الشرك بالله، والذنب الذي لا يغفره الله
ولا يسامح فيه ولا يتجاوز عنه هو هذا، أي الشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا من تعلق بحجر أو أثر أو ماء أو خشبة أو بقرة أو شمس أو قمر أو أي مخلوق يدعوه من دون الله ويتوسط به إلى الله، يقول: أنا أطلبك وأنت تطلب الله، أنا أستغيث بك وأنت تستغيث بالله، أنت قريب من الله، أنت صالح، أنت ولي، أنت عندك البركة، أنا أتوسط بك. هذا هو الشرك، هذا هو الكفر. لأن هؤلاء وكفار قريش ما كانوا يعبدون الصنم ويقولوا أنت الإله نعبدك، لا، كانوا يتوسطون به، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال ربي في القرآن الكريم. إذن أيها الأفاضل، هذه أعمال شركية كفرية ونحن نبكي لما نراها. هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأماكن والوعدات واللمات ويذبحون لغير الله ويسألون أناس يتوسطون بهم إلى الله ويرجون ويدعون ويتوسلون، هذه الأعمال يا عباد الله أعمال حرام وأعمال فيها شرك وكفر. اتقوا الله. الله تبارك وتعالى الذنوب أخرى تحت رحمة الله قد يغفرها الله، لكن الشرك لا يغفره الله. وهنا الخطورة، لأن هؤلاء ادعوا ربكم، اسألوا ربكم في بيوتكم في مساجدكم حيثما كنتم، لماذا تذهبون إلى القبر وإلى الضرح وإلى مخلوق لا تدرون أصالح أم طالح وتسألونه من دون الله؟ هذه مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدي هؤلاء الناس وأن يبصرهم وأن يجعلهم من أهل البصيرة، آمين يا رب العالمين. أخيرا أيها الكرام، تفضلوا بالصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تتركوا الصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي البركات والرحمات في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاءه فقال له: فصلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. من أجل أن تذهب همومنا وتزول وترحل عنا، علينا أن نكثر من الصلاة والتسليم على نبينا. وفقنا الله جميعا لذلك، آمين يا رب العالمين.